يا مساء الفل. جبتلك خلاص الحل السحري للقمة القاضي او الزلابية. لو ما بتعرفيش تشكليها وبتطلع منك اشكال غريبة في الزيت، لا انسي خلاص. من النهاردة الزلابية هتكون كلها كور حجم واحد وشكل واحد وقرمشة فظيعة. عايزة اقول لكم كمان ما بتشربش زيت خالص وطعمها حلو جدا. وكمان هقولك على المكون السري اللي بيحطوه عشان يخلي الزلابية تقعد اطول وقت وهي لسه كريسبي مقرمشة. عايزاكم بقى تجربوها، ودعوة حلوة منكم. واللي ما يعرفنيش، انا ريهام صبحي. اعملوا لايك وشير وكومنت ويلا بينا نبدأ. اول حاجة المقادير اللي انا هقولك عليها دي المقادير المظبوطة جدا، ولا تزودي ولا تنقصي. كوبايتين كاملين من الدقيق، عليهم 4 معالق كبار مليانين من النشا، بس مش هو ده المكون اللي هيخليها كريسبي، استني عليا. معلقه ممسوحه من الخميره الفوريه، معلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، ورشه ملح. هكتب لكم كل المكونات على الشاشه. كمان رشه فانيليا عشان تخلي الريحه بتاعتها تبقى جباره. استني عليا بس. 4 معالق كبيره من السكر، وممكن تخليهم 3 بس. وبعد كده هنحط بقى المكون السحري، وهو معلقتين كبار من دقيق السميد، دقيق البسبوسه الناعم. هو ده اللي هيخلي الزلابيه عندك تطلع كريسبي وتفضل عندك اطول وقت لسه مقرمشه. وخلي بالكم مش هتشرب زيت خالص. هنزل بعد كده بكوبايه ميه عاديه، عشان احنا في الصيف فالميه اساسا نازله من الحنفيه سخنه. كوبايه ميه واحده بس هحطها بالتدريج وهفضل اقلب. وبعد كده هعجنها بايديا لحد ما تكون عجينه متماسكه مش بتلزق، بس سهله في التشكيل في ايديا. المهم عجناها بالشكل ده. هي خدت معايا كوبايه ميه ومعلقتين زياده، ده بيختلف على حسب نوع الدقيق. تمام، مش هنزود عن كوبايه ميه ومعلقتين. تمام كده عجناها من على الوش بس كده. هحط رشه زيت خفيفه جدا بالشكل ده، وبعد كده هغطيها اسيبها بالظبط ربع ساعه بس. ربع ساعه عشان تكون عرق الجلوتين ده بس كده. المهم هجيب بقى طبق عندي، هدهنه دهنه زيت خفيفه جدا، وهدهن ايديا برضو دهنه زيت خفيفه قوي. وبعد كده همسك كوره كوره قد الزيتونه كده، يعني بص كور صغنطوطه خالص قد الزيتونه عشان هي لسه هتكبر معانا في الزيت. المهم شكلي كل العجينه اللي عندك الكور الحجم المناسب اللي هو الصغير ده ماشي، وحاولي تظبطي الشكل بتاعها وتخلي قفله العجينه تكون من تحت. خلاص وبس. المهم عملنا العجينه كلها. عايزه اقول لكم بتدي كميه كبيره جدا، بس طعمها حلو قوي. يعني حاجه كده كريسبي وهشه وتحفه، وبتطلع كمان مش شاربه زيت خالص. بجد طعمها حلو قوي. المهم هنجيب بقى كده، انا جبت حله صغيره عشان الزيت يكون عندي عالي شويه او عميق شويه. يسخن، بس الزيت هيسخن مش هيغلي. اول ما يسخن بنزل بالكور بتاعتي. بصوا ما تكبسهاش قوي خلاص، عشان الكور لسه هتكبر وتاخد حجمها يعني. وقلبي فيهم كده على نار متوسطه. افضلي قلبي بالشكل ده علشان تكون كلها لون واحد من كل الجوانب، ما تاخدش لون غامق من جنب عن جنب تاني. افضلي قلبي فيها لحد ما تاخد لون الزلابيه اللي هو الذهبي الغامق سنه، اللي هو اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، هو ده لونها المظبوط. اهم حاجه هنصفيها ونطلعها على طبق فيه مناديل مطبخ. خلي بالكم في نقطه مهمه، لما تيجوا تقلوا الكميه الباقيه لازم تبردوا الزيت شويه، يعني ارفعوه من على النار يبرد شويه، بعد كده كملوا بقيه قلي بقيه الزلابيه. السيرب بقى عباره عن ايه، او الشربات بتاع الزلابيه؟ كوبايه من السكر، نص كوبايه ميه، رشه فانيليا، عصير نص ليمونه. هيغلوا على النار كويس جدا لحد ما يتقلوا، وتسيبيه يبرد، وبعد كده تسقي بيه الزلابيه بتاعتك. يا اما تحطيه من على الوش، يا اما تنزلي فيه الزلابيه وترجعي تصفيها وترفعيها تاني. الاسهل ليكي اعمليه. وممكن تحطي سكر بودر، وممكن تحطي صوصات، صوص شوكولاته، صوص كراميل، صوص فراوله، اي صوصات عندك حطيها. عايزه اقول لكم الزلابيه بتطلع كريسبي جدا وطعمها حلو جدا. جربوها وهتدعوا لي. لايك وشير وكومنت. اشوفكم على خير في وصفات جايه كتير. باي باي.